ما شاء الله تبارك الرحمن. مذبحة مذبحة غلنفيش النهاردة بالجوز. أحلى غلنفيش مع الطعم. قاتل الغلنفيش والميرة رقم واحد في صدر الغلنفيش. السلام عليكم. إن شاء الله الفيديو ده بداية سلسلة صيد التشويح. إن شاء الله هعمل لكم سلسلة. إن شاء الله اللي هيتابعها هيبقى صياد تشويح محترف. أي حاجة تخص صيد التشويح إن شاء الله هقولها لك وهعلمها لك، وإن شاء الله هخليك متمكن تصطاد زي المحترفين. إن شاء الله النهاردة أول فيديو هقول لك على عدة صيد التشويح، ازاي تجيب عدة صح عشان خاطر ما تعملش زي ما انا عملت وغيري عمل، تجيب وتقعد تغير لحد ما تستقر على العدة الصحيحة. فانا هقول لك على العدة المظبوطة للمحترفين بيشتغلوا بيها. اولا سامحوني على التصوير والصوت، المكان هنا بيبقى زحمة فالتصوير فيه صعب وانا معيش حد يصورني، فيا ريت تسامحوني. انا بصور على قد ما اقدر وبسجل في البيت. زي ما اتفقنا ان اهم حاجة ان احنا نوصل معلومة هي دي اللي هتفيدك. وان شاء الله باذن الله هنعمل توازن، هنكمل موسم الغلة وان شاء الله هنكمل مع بعض صيد التشويح، عشان خاطر خواتنا وحبايبنا اللي قالوا ايه غير غلة غير غير. انا بصراحة ما بحبش ان انا اغير، زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب استقر. كنت متعود بقالي سنين بصطاد موسم الغلة لحد شهر 10 وبعد كده اطلع بحر بصطاد تشويح، بس عشان خاطر خواتنا وحبايبنا بقى ما يملوش. فان شاء الله الفترة اللي جاية هنعمل توازن، بنكمل موسم الغلة وان شاء الله برضو هنطلعوا بحر عشان خاطر الناس ما تملش ومن باب التغيير. طيب ان شاء الله برضو في معلومة، سامحوني معلش قبل ما اخش في موضوع الفيديو، لاخواتنا وحبايبنا الصيادين اللي بيشتغلوا في خط ابو قير. متابع كذا حد من اخواتنا وحبايبنا اصحاب القنوات بيشتكي ان السمك ضعيف هناك، فاي حد من اخواتنا وحبايبنا بيتفرج عليا فبقول له انزل عندنا الخط اللي هو الدخيلة وانت رايح كده لحد ابو تلات والساحل، ما شاء الله شغال والسمكة حاضرة فيه. 21 هانوفيل الصفا ابو تلات كرير، ما شاء الله السمكة شغالة كويس. بتبقى الصبح بتدي استباحة لحد الساعة 10 11 وبعد كده تريح وترجع تشتغل تاني من الساعة 3. طيب نخش في موضوع الفيديو. اول حاجة هنتكلم في عدة صيد التشويح عن البوصة. البوصة عشان تجيب بوصة مظبوطة ما تجيبش بوصة اقل من 4 متر ونص. 4 متر ونص. ولو بتشتغل زي حالتنا كده من على لسان او قدام منك فرشة وعرة كبيرة هات 5 او 45. بس هنا هتقابلك مشكلة ايه هي؟ وزن البوصة. فانت الوسط عشان تشيل بوصة ما تكونش تقيلة على ايدك، وده انا هتكلم فيه. هات بوصة 4 متر ونص زي البوصة اللي معايا هوريها لكم دلوقتي والمكنة. يبقى انت هات بوصة 4 متر ونص. اهم حاجة في البوصة الوزن، يعني البوصة اللي معايا انا دي 4 متر ونص وزنها 400 جرام، فدي على ايدك بتبقى خفيفة. لان الفيديوهات الجاية هعرفك ليه لازم تبقى خفيفة، لان صيد التشويح انت مش تشيل البوصة على ايدك كتير. حتة ارمي البوصة واركنها على جنب، لا ده غلط. معظم الاسماك اللي بتاكل في التشويح بتحتاج ان انت البوصة على ايدك عشان خاطر بتشتغل جرجرة كتير، بتقعد تجرجر للسمكة، وده ان شاء الله هوضحه لكم في الفيديوهات اللي جاية. فانت راعي ان انت تجيب بوصة تكون خفيفة. اهم حاجة وزن البوصة. انا جبت 3 بوصات لحد ما استقريت على البوصة اللي معايا دي. فاول هام هات بوصة تكون خفيفة على ايدك عشان خاطر انت مش طالع تعاني.
طيب وزن البوصة خلصنا منه. تاني حاجة تبص على الكاست ويت بتاع البوصة. يعني هات بوصة ترمي معاك من 60 جرام لحد 150، ده ما شاء الله. لو جبت الكاست ويت من 60 لحد 150 هتبقى ان شاء الله بوصة ممتازة. تكون بوصة كربون خفيفة الكاست ويت بتاعها من 60 ل 150. لو لقيت المواصفات دي، الوزن والكاست ويت ده، هاتها ما شاء الله ان شاء الله هتبقى بوصة كويسة. ده بالنسبة للبوصة. هنيجي للمكنة. المكنة للأسف بقى كتير من اخواتنا وحبايبنا بيروحوا يجيبوا المكن الكبير، بيقول لك مكن تشويح 9000 و10000 و8000. الكلام ده كله غلط، بيبقى مكن تقيل، هتبقى شايل المكنة على ايدك تهمة. فانت المكنة هاتها زي المكنة اللي هتشوفها في الفيديو اللي معايا. المكنة اللي معايا دي 4000، واضحة في الصورة اهي. بص المكنة قد ايه، يعني المكنة صغيرة والبوصة خفيفة. لو قعدت طول النهار شايلها على ايدك شغال بالجرجر او ماسكها على ايدك مش هتزعلك في حاجة. جو بقى المكن البانكس والمكن القديم ده خلاص محدش بيصطاد بيه يا جماعة. الصيادين اللي فاهمانين محدش بيشتري المكن البانكس والمكن القديم ده. حتى الشركات اللي بتصنع مكن جديد كله بيصنع مكن خفيف، محدش بيصنع المكن بتاع زمان، المكنة التهمة التقيلة دي لا محدش بيصنعه. فالتشويح هات مكنة ما تزودش عن 5000، ما تزودش عن 5000، ممكن 6000 بس الافضل هات 5000. انا المكنة اللي معايا دي 4000 ما شاء الله شغالة 10/10. يبقى انت كده هتجيب مكنة تكون خفيفة صغيرة 4000 او 5000. مش هتحتاج ترمي انت مش تسقيط، لا انت هترمي قصاد منك بكبيرك 100 متر. فانت مش هتحتاج الكمية الشعر الكتير دي في حاجة. فانت هات مكنة صغيرة، ولما تيجي تملى المكنة حط عليها شعر 35 او 40 بالكتير. محدش يزود على شعر المكنة عن شعر 40 يا جماعة، ويفضل 35. 35 هيساعدك ان انت تشوح بعيد، بس عشان خاطر ما يتبهدلش منك بسرعة هات 40. معظم الناس شغالة بالشعر 40 ما شاء الله ممتاز و10/10.